السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة الرز بلبن. معانا كوبايتين من الرز، عليهم 3 كوبايات من المية، طبعا غسلينهم كويس ونقعينهم في مية ربع ساعة وصفيناهم، وبعد كده ضفنا لهم 3 كوبايات من المية. معانا كوباية سكر و2 فانيليا، وحسب السكر ده حسب الرغبة. معانا كيلو ونص من اللبن الطازة، هنغليه مع بعض، نغليه على البوتاجاز كده. هيدا ولعنا على النار الرز واللبن. في ناس بتحط الرز مع اللبن يستووا مع بعض، وناس بتعمله بنفس الطريقه دي، بس دي طريقتنا اللي هي العاديه، ولا قلنا نحط كريمه شانتيه ولا اي حاجه. دي طريقه الرز بلبن العاديه خالص. هنضيف على وشه سمنه بلدي. هيفور اللبن معانا وهيستوي الرز وهنرجع لكم. ورجعنا تاني بعد ما فار معانا اللبن واستوى معانا الرز، بقى معانا بالشكل ده. معانا بالشكل ده. معانا السكر والفانيليا، هنضيف السكر للبن. بسم الله. هنضيف الفانيليا. بسم الله. قلب اللبن كويس لحد ما يدوب معانا السكر. هنضيف الرز للبن. بسم الله. اهم حاجه يكون الرز مستوي كده، يعني مش مستوي ولا مهري جامد ولا هو ناشف، يعني يكون استواه حلو كده. طبعا عينيك شايفه المقدار اللي انت بتعمليه، يعني الكوبايتين رز حلوين، الكيلو ونص لبن بيجيبوا معاك كميه جميله. هنسيبه ياخد كام غلوه معانا كده لحد ما يتماسك في بعضه كده، يبقى عامل متماسك في بعضه وجميل. وهنرجع لكم نصبه معاكم في الكاسات. ورجعنا تاني بعد ما استوى معانا وتعتق معانا الرز بقى بالجمال ده، ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، حاجه جميله خالص، وريحته جميله وشكله جميل ما شاء الله. هنصبه معاكم في الكاسات. بسم الله. لو حابه تزودي اللبن حسب حريتك انتي، انا بحبه بالشكل ده. حابه تحطي لبن تاني براحتك، مش حابه تسيبيه زي ما هو كده. ما شاء الله جميل خالص، متماسك في بعض كده وجميل. عشان سيبناه خد تقدر ربع ساعه على النار بعد ما ضفنا الرز واللبن. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الجمال، شايفين ما شاء الله متماسك معايا ازاي، حاجه جميله كده وتفتح النفس. شايفين السمنه البلدي على الوش ازاي جميله. وادي حطيت له مكسرات سمسم وجوز هند، وعندك فول سوداني، عندك اي حاجه حطيها. شايفين السمنه البلدي ما شاء الله سايحه على الوش ازاي، حاجه جميله. تعمليها فطار لاولادك، تعمليها عشاء، تنفع في اي حاجه، حاجه مفيده للاولاد. ولو عجبتكم الطريقه كتبوا لي في التعليقات. ومع السلامه، متنسوش الاشتراك بالقناه والشير واللايك والضغط على الجرس.